السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك تسمية مشهورة جدا على ألسنة كثير من الناس، وكذلك كثير من الخطباء على المنابر وفي الدروس، وكثير أيضا من كتب السيرة. هذه التسمية هي تسمية العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلق على هذا العام بعام الحزن. السؤال هنا: من سمى هذا العام بعام الحزن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا العام بعام الحزن، مع أن بعض كتب السيرة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن. أشهر هذه الكتب أو أشهر من تكلموا في هذا ابن صاعد في كتابه كتاب الفصوص، وابن صاعد المتكلم فيه. فهناك من أهل العلم من قال إنه مجهول، وهناك من أهل العلم من اتهمه بالكذب في أنه يكذب في نقولاته. وغير ابن صاعد أيضا تكلم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن. والصحيح يا جماعة أنه لم يثبت في أي أثر مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا العام بعام الحزن أبدا. لم يثبت بأثر صحيح أن النبي سماه بهذه التسمية. وكذلك أيضا لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا العام بعام الحزن، ولا حتى التابعين ولا الأئمة المتقدمين لم يثبت عنهم أنهم سموا هذا العام بعام الحزن، إنما ذلك ورد عن بعض المتأخرين، وهذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا العام بعام الحزن. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ذلك، ولم يقل ذلك بأثر صحيح. فيش أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا الكلام أبدا، إنما هو كلام لبعض العلماء فقط. فالصحيح يا جماعة إنك لا تطلق عليه عام الحزن، لا تقل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه بعام الحزن، ولا أحد من الصحابة سماه بعام الحزن، ولا حتى التابعين. يعني حتى التابعين ما أطلقوا عليه عام الحزن، لم يرد ذلك عن أحد منهم. فلا تطلقوا أمور ولا تعتقدوا أمور هي أصلا لم تثبت بأثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التسمية لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم بأثر، أكرر، بأثر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.